السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الجمبري المقرقش. هيبقى حلو جدا، وأنا عن نفسي بحب المقرمش أكتر من الطري. معايا حوالي نص كيلو جمبري، معايا هنا كزبرة، كمون، فلفل أسود، كاري، معلقة ملح، توم، وهنا بهارات مشكلة، وهنا معايا ليمونة، ومعايا ازازة من الخل. هحط دلوقتي كل التوابل والبهارات اللي عندي زي ما احنا شايفين كده، وعليها الليمون، الليمونة التانية، معلش، واحط الخل وارجع لكم واقلبهم ونرجع. قلبت كل المكونات عندي، قلبتها كويس، وهبدأ دلوقتي اضيف عليها الجمبري. بعد ما كل المكونات قلبتها كويس، هبدأ اسيب المكونات دي تندمج من بالليل للصبح، وان شاء الله هنكمل مع بعض الصبح طريقة القلي. على فكرة يا جماعة، انا حطيت ربع معلقة من كل البهارات اللي انا قلت عليها، الا الكزبرة حطيت نص معلقة، والملح حطيت معلقة كاملة. ان شاء الله نكمل مع بعض في طريقة القلي. نغطيها بحاجة ونسيبها لغاية بكرة ان شاء الله. دلوقتي يا جماعة زي ما احنا شايفين كده، انا تبلت الجمبري من امبارح. ممكن على فكرة نسيبه ساعة، مش لازم من امبارح يعني. وعملت خلطة عندي مكونة من كوباية دقيق، عليها معلقة كبيرة نشا، عليها حوالي رشة كده صغيرة من الكركم، اسفة. وانا امبارح على فكرة غلطت وقلت لكم ان انا استخدمت الكاري، لكن انا حاطة كركم عليه عشان يديله كده لون اصفر جميل. واستخدمت كمان في الخلطة بتاعتي كاري، سوري اسفة، كركم وفلفل اسود ونص معلقة ملح عشان يبقى في طعم. هبدأ الوقت دلوقتي هاخد من الجمبري زي ما احنا شايفين كده من التتبيلة، واحطها في الخلطة بتاعتي دي واقلب كده. بعد ما قلبته كويس هحطه في مصفى، وابدأ انزل كل الدقيق الزيادة منه زي ما احنا شايفين. في الوقت ده هكون حاطة طاسة على النار فيها زيت غزير تسخن، وهنزل بالجمبري على نار متوسطة، ما ينفعش تكون عالية قوي ولا تكون واطية قوي. دلوقتي هعمل كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة دي، هاخدها نشيلها من الخلطة، احطها في خلطة الدقيق والنشا، واروح منزلة كل الدقيق الزيادة منها في المصفى كده وهقليها. بعد ما اخلص قلي هرجع لكم. وده يا جماعة شكل الجمبري بعد ما قليناه في الزيت، طلعناه على ورق مطبخ، وده شكله ان شاء الله يعجبكم. اهو صوته، انا بحركه كده عشان تسمعوا صوته. ان شاء الله يعجبكم جدا، وهعمل جنبيه سلطات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.